رغم ان انا بقالي فترة طويلة جدا مش متابع الكرة المحلية لاسباب عامة، مش اسباب خاصة خالص يعني. الا ان امبارح كان عندي وقت ان انا اتفرج على ماتش الزمالك وبروكسي في دور ال 32 من كاس مصر 22 23. وانا يمكن تابعت الماتش ده باعتباري زملكاوي طبعا نمرة واحد، بس اللي كان مثير في الموضوع هم ذئاب البحيرة، بروكسي. ولان بروكسي كمان من ابو المطامير، وانا ابو المطامير دي بالنسبه لي يعني مكان يحمل ليا ذكريات كتيره جدا وبعشقه. لوجود عمتي رحمه الله عليها وزوجها رحمه الله عليه، يعني كانوا هناك وابنائهم ما زالوا موجودين هناك، فعشقي لابو المطامير وارتباطي بيها كبير. نادي بروكسي فاجئ الجميع، فاجئ الجميع بنظام وباداره وبكيان على اعلى مستوى. جاب لعيبه كبيره زي احمد شكري، زي احمد جمعه، زي مصطفى توبه. عمل جهاز فني قوي بيشرف عليه على الكوره فيه رمزي صالح الحارس السابق للنادي الاهلي. عندهم الكابتن احمد سمير نجم الزمالك السابق مدرب عام. عندهم الكابتن محمد حامد، ويعتبر واحد من اصحاب النادي، هو مدير الفني للفريق. جايبين خبير هولندي عشان يمسك قطاع الناشئين. تجربة يجب ان هي تبقى محط اعتبار. ونخش ونشوف الماتش حصل فيه إيه امبارح، والزمالك عمل ايه مع بروكسي النجم. صراحة بروكسي فاجئ الجميع بأداء رفيع المستوى، ما كانش خايف من الزمالك ولا رهبه. كان بينقل الكرة بيسر وسهولة، كان بيلعب ضاغط على الزمالك بشكل كبير جدا. الكرة كانت بتنتقل من الوينج اليمين والشمال للشمال والعكس من لاعبي بروكسي بشكل ممتاز. لعب فعلا فعلا كان ممتع. إلا إن في الدقيقة 7 من المباراة لقينا اللاعب الفذ مصطفى حمادة بيعدي بيسر وسهولة من الجانب الشمال من كل لعيبة الزمالك وبيحط كورة بيغلط فيها اللاعب حاتم سكر وبيهيئها للمهاجم كامل أحمد كابوريا، بيحطها جوه الجون. الهدف الأول المفاجئ لنادي بروكسي. هو مش مفاجئ لما بنشوف الأداء الرائع لبروكسي. الزمالك بعد الهدف حاول كتير قوي على مرمى بروكسي ان هو يوصل للتعادل، وبروكسي برضو عمل اداء ممتاز جدا واستمر في الضغط على الزمالك والضغط على لعيبته طول الشوط. واللي يعيب بس بروكسي ان هو حاول نوعا ما تضييع الوقت وادعاء الاصابه بعض الشيء، بس كان الحكم واقف بالمرصاد للحاجات دي. الا ان في الدقيقه 42 وجه حاتم سكر تاني، بس المره دي عشان يعوض غلطته اللي تسبب بيها في الجون الاولاني، وسدد قذيفه لا تصد ولا ترد، احرز بيها هدف التعادل ونال ترحيب وتهنئه زملاء. انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، وابتدى الشوط التاني بأربع تغييرات كاملة للزمالك. والزمالك حاول بالتغييرات الجديدة إن هو يتقدم على بروكسي، إلا إن بروكسي رجع تاني وفاجئه مع الضغط اللي كان بيعمله والتمريرات الرهيبة اللي كان بيعملها ما بين الوينجين بتوعه، إن هو يحصل على ضربة جزاء من غلطة غريبة جدا من شبانة، يحرز منها أحمد جمعة الهدف التاني وهدف التقدم مرة تانية لبروكسي على الزمالك. وده كان في الدقيقة 56 من المباراة، عشان تاني يرجع الزمالك يحاول يتعادل مع بروكسي. والزمالك عمال يحاول ان هو يجيب الجون التاني ويتعادل، كان بروكسي هيجيب الجون التالت ويقتل الماتش حرفيا بكورة جت في القائم الشمال برأسية ذهبية من مهاجم بروكسي. المباراة كانت جدال ماشية هنا وهنا، وبروكسي ماسك كورة حلوة قوي وبيلعب كورة حلوة قوي، والزمالك بيستميت وبيحاول. إلى إن الزمالك أو لعيبة الزمالك أو جماهير الزمالك استنت 23 دقيقة لحد ما حمزة المسلوسي قدر ان هو يحرز هدف التعادل من كورة رأسية جميلة على شمال حارس بروكسي. بعد الجون اللي جابه حمزة المسلوسي، فضل المباراة ماشية بشكل جدال يمين وشمال، هم يهاجموا والزمالك يهاجم، بروكسي يضيع والزمالك يضيع، إلى إن المباراة انتهت أو الوقت الأصلي انتهى 2-2 عشان نضطر نلجأ للوقت الإضافي. الوقت الإضافي ما استمرش أكتر من 9 دقايق لحد ما تمكن سيف الجزيري إن هو يحرز الهدف الثالث للزمالك، اللي هو انتهت بيه المباراة 3-2 لصالح الزمالك. أحرزه من عرضية ممتازة من مصطفى شلبي اللي نزل غير مسار الجانب الشمال لنادي الزمالك، وأداؤه كمان بقى مختلف كتير قوي عن الفترات الأولانية اللي هو بدأ يلعب فيها في نادي الزمالك. سيف الجزيري فرح نفسه وفرح جماهير الزمالك وأعاد الثقة في نفسه بإحرازه الهدف الثالث اللي الزمالك اتقدم بيه على بروكسي 3-2. بعد الهدف الثالث للزمالك المباراة
ما تعتبرش انتهت. الزمالك ضيع جون رابع بغرابة شديدة جدا من بالحاج، اللي ما تعاونش مع زملائه في الكورة. لو كان تعاون معاهم كان الجون الرابع جه، والزمالك هو اللي كان ساعتها قتل المباراة. نادي بروكسي حاول إن هو يعيد الفرحة اللي كان بادئ بيها المباراة وتقدم بيها مرتين على الزمالك، ويعيد الانتصار أو يعيد التعادل عشان يوصل لضربات الجزاء على الأقل، أو إن هو يحاول ينتصر، ولكن ما وفقش. بس تجربة ممتازة جدا لنادي مكافح اسمه بروكسي، قدر في خلال 4 سنين إن هو يكون موجود في دوري الدرجة التانية بجدارة. واعتقد ان احنا خلال سنة او سنتين هنشوفه في الدوري الممتاز، لو فضل على نفس شكل الادارة وشكل نفس الفنيات وشكل نفس قوة اللاعبين. وتجربته امبارح كانت ممتازة، واكيد خرجوا منها بفوائد كتير جدا بصرف النظر عن خسارتهم، لان هم كانوا منافس قوي جدا واقرب للفوز كمان. كلمة أخيرة كوجهة نظر شخصية، التحكيم امبارح ما كانش أحسن حاجة. كان في ملاحظات كتير جدا لصالح الفرقتين وضد الفرقتين، كان يجب إنها تؤخذ في الاعتبار. إنذارات، حالات طرد، ضربات جزاء، لا، كان التحكيم محتاج أرصى، ومش عارف ليه ما كانش فيه فار من الدور ده. حاجة عجيبة. في النهاية مبروك لنادي الزمالك فوزه، مبروك وصوله لدور ال16، هيقابل الفائز من فاركو والمصرية للاتصالات. ونتمنى إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لنادي بروكسي فيما هو قادم. فريق جميل ممتاز، أداؤه رائع، وبجد بجد بجد أنا شخصيا هتابعه. لو كان الفيديو عجبكم اعملوا لايك وتابعونا، في انتظار مشاركتكم في القناة، ودايما دايما دمتم سالمين.